جريمة ابتزاز في مناطق سيطرة الحوثي في اليمن تم الكشف عنها الساعات الماضية وتحديدا في صنعاء. جريمة الابتزاز هذه وقع ضحيتها 52 فتاة واستولى فيها المجرم المبتز على مبالغ تجاوزت نصف مليار ريال يمني. وبحسب إعلام الحوثيين هذا الشخص عمره 25 سنة وكان بيتواصل مع البنات من خلال حساب لمركز وهمي باسم الدكتورة ابتسام لمعالجة الفتيات أثناء مراحل البلوغ وما يترتب عليها من اضطرابات في الدورة الشهرية. وبعد الإعلان عن الصفحة وبحجة تشخيص حالة الفتيات كان بيطلب منهم تصوير أجسامهم للتشخيص، وبعدين بيهددهم بنشر الصور لو ما أرسلوا له فلوس. ومن ضمن الضحايا كانت ابنة رجل أعمال كانت بتبعت له فلوس بكل العملات وذهب وأسلحة، وبعدين وقفت فأرسل صورها لأبوها اللي أصيب بجلطة وهو حاليا في العناية. أخيرا وبعد استدراج المتهم من خلال إحدى الضحايا تم القبض على الشخص المبتز وتمت مصادرة عقاراته وأموال تقدر بآلاف الدولارات.